عزيزي المستمع، مرحبا بك في فيديو جديد من سلسلة تاريخ الحياة. وموضوع اليوم غادي يكون بعنوان الإنسان الحقيقي الأول. فأعطيني الانتباه ديالك وركز معايا ويلا ندخل في الموضوع. بداية، أقدم ما توصل إليه العلم في هذا الزمان من الآثار البشرية في أوروبا الغربية وخصوصا فرنسا وإسبانيا لا يتخلله شك بأنهم من ذوي القرابة ديالنا، حيث تم اكتشاف عظام وأسلحة وخدوش على العظم والصخر وقطع من العظم المحفور ورسوم على الجدران ديال الكهوف وأسطح الصخور، وغالبا كيرجع هذا الشيء ل 30,000 سنة أو أكثر. وإسبانيا في الوقت الحاضر هي أغنى بقاع العالم من حيث هذه البقايا ديال الأسلاف ديالنا الحقيقيين، وهذا على حد قول جورج هربرت ويلز. ومن البديهي أن كاع هذه اللوقة البشرية اللي عندنا في الوقت الحاضر ما هي إلا قطرة في بحر هائل اللي كنتسناو يجمعوه العلماء في المستقبل، نهار يكون العدد ديال المنقبين كافي، والنهار تعطى الفرصة للأركيولوجيين باش يدخلوا بعض البلدان اللي ممنوع فيها التنقيب. ومن المعلوم عزيزي المستمع أن الشطر الأكبر من إفريقيا وآسيا مازال ما تم الاختراق ديالو، لا بالنسبة للخبراء ولا حتى المتدربين على الأبحاث. وبناء على الاستنتاج فالإنسان الأول الحق ميمكنش يكون التواجد ديالو الأول إلا في أوروبا الغربية. وهنا عزيزي المستمع هذه المعلومة اللي سمعتي دابا أو هي القناعة الخاصة بجورج هربرت ويلز على حسب ما وصلوا من المعلومات في أوائل القرن العشرين إلى حد الوفاة ديالو في أغسطس سنة 1946. وواحد الإضافة عزيزي المتلقي غنقولها لك هي أن آخر اكتشاف أركيولوجي في المغرب كيعود لحوالي 773 ألف سنة في مدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن بقايا بشرية لإنسان عاقل ونياندرتالي، إضافة إلى قرية كترجع للعصر البرونزي في منطقة وادلاو بجهة تطوان طنجة الحسيمة. إذا فينا هو الكلام اللي قال جورج هربرت ويلز في الزمن ديالو. إذا نكملوا الموضوع ديالنا. بالنسبة لآسيا وإفريقيا وبعض المناطق اللي كيغطيها البحر يقدر يكون فيها رواسب كتحتوي على بقايا إنسانية حقة أكثر عددا وأقدم زمنا من أي حاجة اكتشفت من قبل. وكيقول الكاتب: إني أتكلم عن إفريقيا وآسيا ولا أذكر أمريكا، لأنه لم يعثر فيها على شيء يعود إلى الحيوانات العليا ما عدا قطعة سن واحدة، وسواء كانت من القردة العليا أو أشباه الإنسان أو النياندرتاليين أو الإنسان الأول الحقيقي، لأن هذا التطور لتناول الحياة هو فقط مقتصر على العالم القديم. والظاهر أن الكائنات البشرية ماخذت الطريق ديالها نحو القارة الأمريكية وفوق البرزخ الأرضي اللي كيخترق مضيق بيرينغ إلا عند نهاية العصر الحجري القديم. يبدو أن الكائنات الإنسانية الحقيقية الأولى اللي كنعرفها في أوروبا كانت كتنتسب بالفعل لأحد الجنسين بشكل متميز، وكان واحد من هاد العنصرين من طراز راقي جدا لأنه طويل القامة وكبير المخ. وكاينة أيضا جمجمة ديال امرأة الفراغ المخي ديالها أكبر من فراغ مخ رجل متوسط في يومنا الحاضر. كاين عاوتاني واحد الهيكل العظمي ديال رجل كيتجاوز 6 أقدام في الطول، وهو من طراز الهنود الحمر في أمريكا الشمالية. وهذا الشعب كيتسمى الشعب الكروماني نسبة إلى كهف كرومانيون بفرنسا، وكانوا متوحشي الطباع. وكنظن عزيزي المستمع أنك عرفتي ما معنى متوحش الطباع، ولكن ما كنظنش أنك عرفتي أو عمرك سمعتي ما معنى متوحش الطباع من نوع راقي. أما العنصر الثاني اللي لقاو البقايا ديالو في كهف غريمالدي بإيطاليا فكان عنصر عنده قسمات ديال الملامح زنجية نيجريدية، ونيجريدية بمعنى أن الملامح ديالو كتشبه للزنوج واخا ماشي زنجي. وأقرب الأجناس شبها به هما شعبي البوشمان والهوتينتوت بجنوب إفريقيا. ويقدر يستنتج أي واحد منا أن هذا الكائن هو مزيج بين عنصرين، واحد جا من الشرق أو الشمال أسمر البشرة، والعنصر الثاني جا من الجنوب الاستوائي والبشرة ديالو سوداء داكنة. ومن الأمور اللي ميزات هاد المتوحشين واللي كانوا كيعيشوا قبل 40,000 سنة هو أنهم كانوا كيتقبوا الوداع، والوداع هو نوع من الكوكياج باش يصنعوا منه القلائد، وكيوشموا الأجسام ديالهم وكيصنعوا التماثيل من الحجرة والعظام، وكيخدشوا الصور على الكهوف الملساء. وغالبا كتكون هاد الصور ديال الحيوانات كتعجبهم ومتواجدة في المحيط ديالهم بكثرة.
قدروا يصنعوا أيضا أدوات كثيرة متنوعة أصغر حجما وأدق جودة من الإنسان النياندرتالي. والمتاحف ديالنا اليوم هي مليئة بهذه الأدوات وبكميات كثيرة. وللمعلومة، هذا الكائن الإنساني هو في الحقيقة صياد ماهر، كان غالب الصيد ديالو هو الحصان البري اللي كيتسمى السيسي الملتحي، وهو حصان صغير الحجم. كانوا كيتعقبوه في المراعي الشاسعة هو والقاموس ديال البايسون، وكانوا كيعرفوا حتى الماموت لأنه تم العثور على رسم مبهم لهذا المخلوق اللي هو الماموت، وهما كيصيدوه بالحبال وكيطعنوه بالأدوات الحادة. عزيزي المستمع، هذا الكائن البشري كان كيصيد بالحراب وكيقذف بالحجارة، وما كانش عنده حتى شي إشارة كتدل على أنه كيستعمل القوس ولا كيتجن الحيوانات المنزلية، وما عندهمش أيضا لا الكلاب ولا القطط قريبة من المحيط ديالهم. وتم العثور على واحد الصورة فيها رأس حصان عنده لجام مصنوع من الحبل المدفور، وربما هاد الناس هادو ما كانوش كيعرفوا حتى يستافدوا من الألبان ديال الأحصنة اللي متواجدة بكثرة في السهول الشاسعة والمراعي. وبقاو تقريبا هاد الكائنات الإنسانية كيصيدوا في سهول أوروبا لما يقارب 10 القرون، إلى غاية أن المناخ بدا كيتحول من البرودة إلى الاعتدال والمطر، من حيث أن غزال الرنة والجاموس البري والحصان البري تراجع نحو الشمال والشرق، وبلاصة السهول ولات غابات كثيفة، وجا الغزال الأحمر بلاصة هاد الطرائد اللي ذكرنا من قبل. ولكن الجميل في الأمر هو أنه هاد الناس انتقلوا من الصيد البري إلى الصيد في الأنهار والبحيرات، وابتكروا أدوات حادة ورفيعة السمك. وكيقول عالم الآثار والأنثروبولوجيا الفرنسي غابرييل دي مورتيلي: الإبر العظيمة في هذا العصر أجود بكثير حتى من اللي كانت عند الرومان إلى حدود عصر النهضة. والمقصود بهذه الإبر هي الأدوات الحادة اللي كيطعنوا بها الأسماك وهي وسط المياه، وغالبا كتكون مصنوعة من أعواد قوية ودقيقة. وفي هذا الإطار عزيزي المستمع، بغيت نقول لك أنه منذ حوالي 15,000 سنة بان في ساحة الأحداث واللي هي جنوب الإسباني واحد الشعب جديد وهو الأزيليون. وهاد الأزيليون كينتسبوا لكاف ماس دازيل بفرنسا، تميزوا بصور رائعة على الكهوف وكيستعملوا القوس، وكانوا كيلبسوا أغطية من الريش. ومن الرسوم المبهرة عندهم هو نقش في جوج ديال الرجال كيطردوا النحل من الخلية ديالو باستعمال تقنية الدخان. وعندهم رسوم أخرى كتعطي إرهاصات على بزوغ فكرة الكتابة. هذا القوم هما آخر ما تبقى من الجنس الباليوليتي، والباليوليتي هو العصر الحجري القديم، لأنهم نحتوا أدوات أولية بدائية. ثم في حوالي 10 أو 12 ألف سنة ظهر في أوروبا نوع جديد من الأشغال، واللي هو صقل وشحذ الأدوات الحجرية علاوة على الشروع في بداية الزراعة. ومن هذا المنطلق عزيزي المستمع، غتكون البشرية دخلت في العصر الحجري الحديث واللي هو النيوليتي من أوسع الأبواب ديالو. وهنا عزيزي المستمع غنعطيك واحد المعلومة إضافية، وهي أنه فقط غير في أقل من 100 سنة في واحد الجزيرة نائية في جنوب أستراليا سميتها جزيرة تاسمانيا كان واحد الكائن بشري متطور على المستوى الجثماني والعقلي. وحنا دابا راه كنتكلموا غير على 100 سنة مضت، ما كنتكلموش على آلاف السنين. والغريب في الأمر أنه كلما تقدم الزمن إلا وكيتقدم الجنس البشري، ولكن العكس هو اللي يحصل هذه المرة، أن هذا الكائن البشري التاسماني محد الزمن كيتقدم وهو كيتخلف عن التقدم والتحسن. ومن اكتشفوه الأوروبيين لقاوه كيعيش عيشة خفيفة في المنتجعات وما عندوش مساكن، والطعام ديالو مقتصر فقط على المحار والطرائد الصغيرة. هذا الجنس البشري وللأسف كتنقصوا المهارة اليدوية والمواهب الفنية، رغم أنه كيعيش معنا اليوم في هذا العالم جد متحضر ومتقدم. وهنا كنكون وصلت لنهاية الفيديو الخاص بالإنسان الحقيقي الأول. وطبعا السلسلة مازال مستمرة والرحلة مازال ممتعة، غادي يكونوا مفاجآت في الفيديوهات الجايين مع تقدم سلسلة تاريخ الحياة. يمكن لكم تدليو بالآراء والمعتقدات والتعليقات ديالكم، وكلها مرحب بها طبعا، وتحياتي للجميع.